مساء الخير كل متابعين قناة أسرار كهرمانة، أهلا وسهلا بيكم. مستنية منكم اللايك والشير والسبسكرايب ونفعل الجرس عشان كل ما انزل حاجة تشوفوها. كشف النهاردة هيكون رسالة من الحبيب ليك، وشوف عايز يقولك ايه. اكيد مخبي اسرار كتير ونفسي اقول حاجات كتير جدا. الكشف النهاردة هيكون ما بين الاختيارين دول. المجموعة الاولى هي الكاندل الصفراء، والمجموعة التانية هي الكاندل الحمراء. سيبكوا دقيقة تختاروا. الناس اللي اختارت المجموعة الأولى وهي الكاندل الصفراء هتكون معانا هنا. تمام. أول حاجة هنفتحها هي الطاقة العامة ليك وليك. تمام. أول حاجة حسيتها أول ما فتحت الكروت كده إنك بتحاول تعمل طاقة استشفاء. ممكن يكون حد فيكم وهو داخل يتفرج أخد قرار مثلا إنه هيسمع نوع معين من الفيديوهات، أو مثلا قررتوا اعتزال ما يؤذيكم، أو أنت ابتديت تفكر في نفسك وبس وتعمل اللي يرضيك وبس. البعض منكم أخذ قرار في حياته الشخصية، ممكن تكون بتغيير من مكان لمكان أو بتغيير في طريقة تفكيرك. الغرض من التغيير إنك تحسن من الطاقة النفسية بتاعتك، أو إنك تحاول ترضي نفسك لأنك تعبت من إرضاء الآخرين وبقيت تقول نفسي ثم نفسي ثم نفسي، كفاية إرضاء الآخرين، وإنك تعبت من الموضوع ده. طيب الشخص اللي انت بتشوف ليه دلوقتي او مستني رسالة منه، الشخص ده هو ممكن يكون مشغول عنك شوية، ممكن يكون مشغول عنك شوية وبيفكر في طموحه أو شغله أو تحقيق الهدف اللي بيسعى ليه وعايز يحققه في حياته. طيب تعالوا نشوف بقى طاقة التواصل في العلاقة دي بينك وبين الشخص ده ايه. طاقة التواصل بينك وبين الشخص ده في العلاقة ايه. لما بيبقى في ورق عايز ينزل كده بسيبه على طول، بيبقى أكيد في رسالة. تمام. طاقة التواصل بينك وبينه، طاقة التواصل. تمام. طاقة التواصل بينك وبينه، في طاقة تواصل بينك وبينه مش معدومة يعني، لكن بصراحة في إحساس بالشغف أو الرغبة الجنسية. يعني الطاقة اللي وصلاني من الكروت إنها طاقة رغبة جنسية أكتر من إنها طاقة حب. ممكن تكونوا كنتم متجوزين أو أنتي إحساسك بيه قوي أو طاقتك الجنسية عالية وهو بيبادلك نفس الشعور، والبعض بينكم في إعجاب متبادل. الشخص ده في الوقت الحالي عايز يقولك او ايه الرسائل اللي عايز يوصلها لك وليه عايز يقولك كده. اول حاجة عايز يقولك انه عايز بداية جديدة معاك، او نفسه يكون متطور معاك. حتى لو في انقطاع في العلاقة مش بتقدروا تبعدوا كتير عن بعض. واول حاجة عايز يقولها لك انه عايز يشوفك، عايز يسمع صوتك. هو بيعتبرك انك وش السعد عليه، كل صاحب الرزق بالنسبة له. يعني اول حاجة عايز يقولها لك انه عايز يتواصل معاك. يعني مثلا لو انتوا علاقة سوشيال ميديا ومفيش ما بينكم لقاء وانتوا عمركم مثلا ما شفتم بعض، ده نفسه يكسر كل الحواجز اللي بينك وبينه، يكسر كل الشاشات الشاشات اللي بينك وبينه. عايز كمان يقولك انه رغبته الجنسية عالية جدا تجاهك، وعايز ياخدك ويسافر من مكان لمكان. بصراحة مش قادرة احس انها طاقة زواج يعني. الناس دي مش متجوزين، او مثلا الزوج مسافر، عشان كده في طاقة اشتياق كبيرة. هو نفسه ياخدك ويسافر زي رحلة نفسه يعيش أجواء مجنونة، نفسه يجمع ذكريات جديدة. طيب تعالوا كده نشوف هو ليه حاسس بالطاقات ده، ليه حاسس بالاشياء الكبير ده. نفتح ورق اكتر.
تمام. ماشي. تمام. ليه هو حاسس بالاشتياق الكبير ليك وليه عايز يجيلك؟ لو حاسس بشغف جسدي، اوقات يحاول يبطل او يمنع نفسه انه يفكر بالميول الجنسية دي. هو لما بيكون معاك بيحس بالامان عشان انت فاهمه وهو حقيقي وواضح معاك. على فكرة انت مش متفاجئ من كلامي انه احساسه او ميوله رغبات جنسية، لان ممكن يكون قالك حاجة زي كده مثلا او لمحلك. انا شايفة للبعض منكم دي علاقة توأم شعلة مثلا. آه هو مشاعره ليك كلها حب. انا شايفة بينكم اسرار، لان في ظروف مخلياكم مش عارفين تكونوا مع بعض كزوجين. ممكن يكون متجوز او في طرف ثالث، او هو مش جاهز لخطوة زي دي مثلا دلوقتي، او حابب علاقته بيكم تفضل كده. بس انتوا رغبتكم انكم تبقوا مع بعض او بتستمتعوا بفترة الخطوبة او احساس المتعة دي. تمام. عايز يقولك اوقات بيبقى عايز يحس انه عايز يجرب كل شيء غير متوقع وغير تقليدي معاك. انت انت بتعيد له كل حياته، وبيستكشف بوجودك معاه حاجات كتير ما كانش عارفها. اوقات بيكون لما بيقولك وحشتني دي بتكون اهم، واحساسه بيها اقوى من كلمة بحبك، برغم انه في طاقة تواصل قوية بينكم. الا اني انا شايفة طاقة تباعد قوية بينكم، لان كلامكم ظاهر انه قليل. عقله الباطن بيقولك انه لو شافك في الاحلام حتى لو كابوس، فكرة انه شافك في الحلم بيكون ده شيء مفرح جدا بالنسبة له. هو بعت لك رسالة، تعال نشوف كده ممكن تكون ايه هي الرسالة اللي هو بعتها لك. تعال نشوف كده ممكن يكون بعت لك رسالة تكون شكلها عامل ازاي. يا سيدي يا سيدي على الرسايل. بيقولك لما انت جيت في حياتي دي من اجمل اللحظات اللي هو مرت عليه على الاطلاق. وهو دايما بيشكر ربنا على وجودك بحياته، وانه بيحبك جدا حتى لو آه حتى لو يعني هفهمها لكم، بس انا بحاول بس اجمعها عشان اعرف اقولها. هو دايما بيشكر ربنا على وجودك بحياته، وانه بيحبك جدا، وبيحب بيحب اكلك، بيحب اللي انت بتعمله، بيحب طريقتك في تفكيرك. مثلا حتى لو انت مثلا قلت له انا بعمل اكله فلانيه بيشتهيها حتى لو مش هيدوق منها. بيقولك ان هو عارف ان العلاقه بتاعتكم كان فيها مشاكل وصعوبات، بس عشان ربنا بيحبنا قدرنا نتجاوز اي شيء يبوظ العلاقة دي. وكل يوم هو بيقولك ان هو دايما بيصلي وبيحمد ربنا ان لسه في حياته، انك لسه في حياته، وانه بيحبك، وبيقدر بيحس بالسعادة ان انت في حياته، وبيحس ان انت هدف لوجوده في الحياة. هو بيقولك انا بحبك وحاسس انك بتحس بيا وبتفهمني وبتحس بكل حاجة معايا. وبيقول لك انا عارف ان الحياة بتكون مثلا قاسية، بس هو وجودك مخليه مطمن. بيقول لك خلي بالك من الناس حواليك، آه، بتحاول انها تكيد لك حاجات، لانك انت شخص محبوب وفي ناس كتير جدا بتحبك. ففي ناس كتير قوي بتحاول ان هي تغدر بيك، او بتحاول ان هي ما تكونش حقيقية معاك. بيقولك انه بيحبك قوي، وقد ايه حاسس بيك ومشتاق لك وبيحبك. شكرا لاصحاب المجموعة الاولى. اصحاب المجموعة التانية نجهز فورا. يلا بينا نشوف رسالة من الشخص او من الحبيب عايز يقولك ايه. اصحاب المجموعة التانية نجهز مع بعض.
شكرا أصحاب المجموعة الأولى، مستنية رأيكم في الكومنتات. أصحاب المجموعة التانية اللي اختارت الكاندل الحمراء، نجهز مع بعض، يلا بينا. أول حاجة هنشوفها وهي الطاقة بتاعتكم انتوا الاتنين الفترة دي. تمام، رسالة من الحبيب ليك ونشوف عايز يقولك ايه. تعالوا بقى نشوف طاقتكم انتوا يا اصحاب المجموعة التانية. الشخص اللي ببالك والكلام اللي بباله والرسالة اللي عايز يوجهها ليه، شايفة طاقة استقرار، شايفة انك في طاقة انتظار وانك مستني تشوف مصير العلاقة دي. انا شايفة كمان ان طاقة المجموعة دي انتم بتشوفوا طارود كتير، يعني دي مش اول مرة بتتابعوا او بتتابعوا قنوات كتير، وده من كتر الفضول اللي في العلاقة. شايفة انك ممكن تكون بتعمل قراءات خاصة كتير. طاقتك جيدة، بس انا حاسة انك متعرض لضغط او عليك ضغط كبير، ومحتاج دعم الهي من ربنا او مساعدة من ربنا ليك. طاقة البداية الجديدة، انا شايفة انكم كنتم منفصلين بقالكم كتير ولسه راجعين لبعض. الشخص ده ممكن متزوج او في حياة تانية غيرك. العلاقة دي فيها غموض كبير، وشايفة انكم ما عشتوش فترة كبيرة في العلاقة دي. الشخص ده اموره جيدة الفترة دي، وفرحان ومتوكل على الله وبيعيش اليوم بيومه وبيفكر في النهاردة وبكرة ده بقى بتاع ربنا. طاقة العلاقة دي والتواصل بينكم موجود. حاسة في روحانيات، في طاقة في العلاقة دي، أو في تواصل روحاني عالي بينكم، أو إحساس قوي. يعني مثلا انتم بتحسوا ببعض قبل ما يبعت لك رسالة، مثلا انت بتبقى قاعد ومستني رسالة منه، وفعلا إحساسك بيكون صح، إحساسك بيه قوي جدا، وخصوصا لو هو بيفكر فيك. في حالة من طاقة التواصل. انتوا مفيش اي حواجز بينكم على فكرة وبين الشخص ده. شايفة ان في حد منكم كان منفصل عن العلاقة دي، بس وسيلة الاتصال مش مقطوعة، يعني مثلا مش عاملين لبعض بلوكات، بتقدروا توصلوا لبعض، بتراقبوا بعض بمعنى صح. انتوا بتقدروا تتواصلوا مع بعض، حتى لو في حد فيكم بيحاول يمسك نفسه وما يبينش او اي حاجة زي كده، بس انا شايفة ان في تواصل قوي. طيب الشخص ده عايز يقول لك ايه؟ الشخص ده عايز او حابب يقول لك ايه؟ تمام. اول حاجة الشخص ده عايز يقولها لك، هيطلب الزواج. طلب واضح وصريح ومباشر، ما فيهوش اي حواجز، لان هو شخص عايز يكون في علاقة جسدية بينك وبينه، بس في زواج يعني في اطار شرعي، ومش عايزك تغضب ربنا يعني، او يعمل اي حاجة غلط او اي حاجة غير شرعية. الشخص ده بيحس انه عارفك كويس، ورغبته تجاهك عالية، وشايف انك ملاك نازل من السماء. وانا شايفة حاجة غريبة قوي، انت كمان ممكن تكون قارئ طاروت او على علم بالطاروت، لانه هو شايف انك معالج او عندك طاقات روحانية. هو بيحبك وبيحب صوتك وبيحب يسمع صوتك، لان صوتك مريح او حلو وانت بتتكلم. وشايف انه عايز يقولك اسف لانه مش معاك دلوقتي وسابك. هو اسف انه سابك لانه كان بيحبك بجد، بس انا شايفة انه ممكن يكون متجوز.
وهو شايف انه المفروض ما كانش حبك ودخلك في حياته وحبك بس، وهو حبك بس شايف ان حبه ليك كان غلط. طب هو ليه بيبعت لك الكلام ده دلوقتي، او ليه بيتواصل معاك دلوقتي؟ عشان هو شايف انه ممكن يتواصل معاك، بس ماسك نفسه انه يقرب منك، بس هو مش مرتاح لانه ممكن يكون في بينكم طرف ثالث. واضح وظاهر بقوة جدا ان في بينك وبينه طرف ثالث. هو كمان خايف وقلقان من اتخاذ اي قرار لتطوير العلاقة دي. هو كمان شايف ان مهما بيقعد معاك ده وقت قليل. شايفة انه راجع تاني ليك. لو انتم منفصلين هو عايز يرجع، بس بيقاوم احساس الرجوع. على فكرة الشخص ده لو انت لجأت ليه في مساعدة مش هيردك. او لو حاسس انك عايز تتواصل معاه بعت له رسالة، حتى لو هتعاتبه لانكم تعبتوا من الانتظار وريحوا نفسكم من طاقة البعد. طيب رسالة من عقله الباطن ليك او جواب ليك. تمام، نفتح ورق اكتر ونشوف رسايله او عقله الباطن عايز يقول ايه ليك. تمام، رسالة من عقله أو جواب عايز يقوله لك، أو رسالة عايز يوجهها لك. حاسس إنه متباعد أو جرحك، وعقله الباطن كان دايما بيبكي عليك، أو كان في حاجة ناقصاه، وهو دايما زعلان ومفتقدك من فترة طويلة. لأن أنا شايفة إن في انقطاع بينكم بقاله فترة كبيرة. هو بقى عايز يقولك ايه؟ هو بيقولك انه بيحبك جدا، وكان عنده اوقات صعبة كتير في التفكير او في الكلمات الحلوة والذكريات اللي كانت بينكم. وكان بيتمنى يقولك كلام كتير، لكن للأسف هو معرفش يقولك كده. بيقولك هو شايف ان مفيش كلمة احسن من انه يقولك انه بيحمد ربنا على وجودك بحياته، وهو مازال بيحبك بشكل قوي بالرغم من التوقيت الغلط او الانشغال اللي في حياته. دايما دايما بيلاقي وقت يقعد كده يفكر فيك ويكون مخصص ليك. كمان كل يوم بيعدي عليه وكل لحظة بيزداد حبك في قلبه. ولما بيكون معاك او بيكون بيتواصل معاك حتى عن طريق التخاطر او طاقات التخاطر، هو بيحس بالامان وبيحس ان كل حاجة موجودة وكل حاجة في حياته تمام. وانت الوحيد اللي متحكم في قلبه على فكرة، لانك عارف انه يعني دايما بيسألك كتير يا ترى انت حاسس. هو دايما بيحاول يسألك كتير انت حاسس انك وحشتني. طب انت حاسس انك الوحيد اللي انا بحس دايما بالمسؤولية تجاهه، وانك اجمل شيء في حياتي، وان دايما حاسس ان انا مسؤول عنك وان لازم احميك. وانه حتى لو انت مش بتتكلم معاه هو بيقدر يشوفك وبيحس بيك عن طريق التخاطر بيه في المجموعة دي قوي جدا بشكل غير طبيعي. شكرا لكم أصحاب المجموعة التانية، مستنية منكم اللايك والشير والسبسكرايب، ومستنية رأيكم في القراءة. شكرا.